السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا قلت بقى هي جت عليا اعملها انا كمان. عملت كفتة داوود باشا بطريقة حلوة قوي 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 هتعجبكم. جبت لحمة مفرومة وحطيت عليها دي كان حوالي بصلاية كبيرة مبشورة وفلفل اسمر وملح وبابريكا وبهارات لحمة. بحط من كل حاجة نص معلقة وكمان نص معلقة من البيكنج باودر. من البصل انا مصفية ميته قبل ما احطه على اللحمة واديت لها الملح بتاعها المظبوط وبدأت ان انا اقلي فيها كويس. بس هي كانت متلجة عشان انا كنت مطلعاها من الفريزر كانت فكة وكده بس كان فيها حتت لسه ما فكتش. انا طبعا لما قعدت ان انا اقلبها جامد بايدي في بعض الحتت اللي هي المتلجة فكت. مش هقلبها كتير يا دوبك بس المكونات اللي انا حطيتها تتجانس مع اللحمة وخلاص كده. هبدأ ان انا اعملها كور كده متوسطة، يعني مش صغيرة قوي مش كبيرة قوي، يعني هي عشان هي كده كده هتكش مننا. طريقة سهلة جدا جدا وحلوة وبتكفي كتير، يعني مثلا ممكن ربع كيلو لحمة نعمل منه كمية مع صينية بطاطس وكده. هتوفر معانا ياما قوي وطعمها كمان مختلف قوي قوي عن الكفتة العادية اللي احنا بنعملها. طبعا انا هسويها بطريقة تانية ومختلفة هتعجبكم قوي، كملوا معايا الفيديو للاخر. هنا كنت خلاص بدأت ان انا اخلص كمية الكفتة اللي معايا وكورتها كلها. جبت طاسة حطيت فيها حتة من السمنة او الزبدة المتوفر عندكم اي حاجة، وهقوم جاية نازلة فيها بالكرات بتاعت اللحمة اللي انا عملتها. كانت الزبدة لسه بتسيح بس انا قلت مش مشكلة بقى تسيح كده وانا عمالة ارص في اللحمة في الطاسة. طبعا الطاسة هتاخد كمية اللحمة اللي معايا كلها. هقوم جاية نازلة كده باللحمة كورة كورة كده علشان ايه ما تتفرفتش مننا، ولو حطيناها مرة واحدة كده ممكن تتفرفت مننا ولا حاجة. احنا كده كده مصفيين البصل بتاع اللحمة هتفك مننا خالص ان شاء الله يعني. هقوم جاية بقى حطاها كده وابدأ ان انا اقلبها لما تاخد لون من تحت. بصوا بقى لونها من تحت بقى شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله بقى متحمرة كده ومن جوه مهوية مش مكتومة علشان طبعا البيكنج باودر اللي احنا حاطينه ده بيديلها طراوة كده من جوه بيخليها جميلة قوي يعني. طبعا انا مش بحط كتير، هي كل اللي بحطه نص معلقة من بيكنج باودر بس. حتى الكفتة المشوية بتتعمل كده برضو نص معلقة من البيكنج باودر علشان تديها بس طراوة من جوه. بدأت بقى ان انا كده اقلبها واحطها على الوش التاني علشان كلها تاخد نفس اللون. كده خلاص كانت بدأت ان هي تتحمر كمان الوش التاني بتاعها وخلصت خلاص كده. هي مش بتاخد اكتر من 5 دقايق على النار، مش بتاخد وقت خالص. هي مجرد بس ما بتتحمر وننقلها على الوش التاني خلاص بتبقى استوت وبتبقى جميلة جدا وبتاخد لون حلو قوي قوي، اللون الحلو اللي انتوا شايفينه التحمير ده. هشيلها كلها من السمنة بس السمنة دي مش هرميها، هعمل بيها حاجة تانية حلوة قوي 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 برضه. استنوا بس كده ايه اطلع الكفتة علشان الكفتة عمالة تجري مني في الطاسة وكل لما اجي اطلعها ما ترضاش تطلع. هلم الاول بعد ما اطلع الكفتة هلم بقى الحاجات اللي هي الغامقة اللي في الجوانب ديت علشان ما تعملش معانا لون في استخدام السمنة اللي في الطاسة دي. بعد كده هحاول على قد ما اقدر ان انا المها كلها عشان ما تعملش معايا رواسب ولون مش حلو في استخدام السمنة اللي ديت عشان انا مش هرميها اصلا. جبت هنا حوالي فصين او 3 كده من التوم مفرومين. هبدأ ان انا اشوحهم في السمنة ديت لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الحلو ده، وهنزل عليهم بمعلقتين مبشور بطماطمتين سوري مبشورين، وهحط عليها حوالي معلقة من الصلصة الجاهزة وهنزل بقى عليها بملح وفلفل اسود بس كده، مش هحط فيها اي حاجة تاني. وهسيبها بقى لحد ما تتسبك خالص وتاخد القوام الحلو ده. طبعا هنا كان متبقي بواقي صلصة كده في العلبة فكنت بعملها بمية وبنزلها عليها. هحط بقى عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود كده وهسيبها بقى لحد ما تتسبك خالص وتتقل كده وتاخد قوام حلو. وبعد كده بقى جبت بطاطستين قطعتهم مكعبات ونزلت فيهم ببرام، ده البرام ده صغير وهنقله برام تاني. استنوا بس كده ايه انقل بس البرام عشان كده الكفتة مش هتاخد. انا عمالة اقاوح مع البرام ان هو ياخد الكمية بس انا كده هيفور مني. فجبت برام اكبر شوية حطيت فيه البطاطستين اللي مقطعهم مكعبات، هنزل عليهم بكل الكفتة اللي انا عاملاها.
على فكرة انتوا ممكن تعملوا الكفتة ديت من غير بطاطس، يعني برضو بالصلصة كده في الطاسة، يعني ما تفضوش بقى في برام ولا حاجة، وفي الطاسة حطوا الكفتة وسيبوها تتسبك وخلاص. انا عشان هعملها بالبطاطس حطيتها يعني في برام. طبعا حطيت عليه الصلصة، ودي كانت مية البصل اللي انا قلتلكوا انا عصرت مية البصل، حطيتها برضو في البرام هتديله طعم حلو قوي. بعد كده دخلته الفرن على درجة حرارة عالية لحد ما البطاطس استوت. وده كان شكل الأكل بعد ما خلص. ولو أول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة.